ثم أنا بدينكم أنتم أيضا يا الإعلام. أيوة. أنتم من يتبنى مثل هذه النماذج. أنا ما أقول إن كل شبابنا الحمد لله، الأكثرية فيهم الخير، وشفنا مقاطع تنم عن أدب، زرع قيم، زرع أخلاق، توجيه نصائح، تعليم الناس، شيء جميل جدا. لكن تجيب لي الناس الذين ينتهكون منظومة القيم. أنتم يا الإعلام والتجار أحيانا في بعض وسائل الإعلام يا داوود. تقصد بنتم بالبرنامج إيش مثل إيش؟ أقصد بعض وسائل الإعلام مثل تبنت التوافه وصنعت منهم أبطال. مثل من؟ أنتم بالإمبيسي. مثل إيش وش سوينا؟ مو شغلي، ما أنا قايل الأسماء. أنت بتدخلني في قضية لا لا خلاص. أنا اللي بحميك من الإمبيسي. أنت تعرف تنتقد الإمبيسي. أنا أنتم من يتبنى أحيانا في الإمبيسي إيه؟ من ينتهكون الآداب العامة وصنعتم منهم أبطال. كلام عام ذا. التجار، بعض التجار تبنوا ناس للأسف تافهين لافتتاح محلاتهم والدعاية لمنتجاتهم. قيمنا، اسمعني داود، قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا لا يجب أن تكون ثمنها منظومة القيم التي لدينا. عبد الله أنت أستاذ جامعي، خلينا نتحاور ونيك شوي. طيب تفضل. يعني عشان ما تاخذني بالصوت، أنا ما تقدر علي أساسا. لا ما هو بالطريقة دي، بس خد فهم. تفضل. أنت عشان ما تروح حقت الام بي سي، أنت تقول إن الام بي سي سوت ناس ينتهكون القيم خلتهم نجوم. نعم. الام بي سي يوم صاروا نجوم جابتهم وعقلتهم داخل الام بي سي، جاتهم الطريق السليم بالضبط. أي. هذا اللي فات عليك. من هو؟ أنت تقصد مثلا ألف من الناس حقين البالتوك. أوكي. لورنس العرب، جبنا لورنس يوم وش كان يسوي في اليوتيوب وناظره في الام بي سي ويسوي؟ خلينا ننفذ حطيناه وحنا جبناهم لانهم انفروا. وهذا يقول لك انه في ظاهره تعامل معه زي ما تعاملت حقين مكافحه المخدرات عندنا في المملكه. الإرهاب. صاروا على مستوى خطوره الظاهره، قالوا ذا ضحيه وسووا مستشفيات قاعدوا يعالجون ويروحون لاهله ويسترون عليه وكذا. بس انهم يلعنون جدا يواجهون هذول المجرمين اللي يشتغلون من دول. هذا هو. انا هذا اللي بعد لا اقصد فقط الام بي سي، انا اقصد ان كلامي صحيح. مو كلامي صحيح عن لورنس. هذه وجهه نظرك انت.